بقت بتلعب بالملايين من اللايفات والداعمين، وغيرت العفش ودهنت البيت وخلته الترا سوبر لوكس. رقية وفريدة بعد انفصالها بقت واحدة تانية خالص، بتهتم اكتر ببناتها وبنفسها، وشكلها قررت تموف اون بطريقتها وتفتح صفحة جديدة. ومن اكل راس العجل والفشة بدون تنظيف، غيرت محتواها اليوميات وبقت بلوجر زي ما بيقول الكتاب. مش هتصدق اللي بتعمله هي وبناتها. هي ما نقلتش الفيلا ولا حتى شقة جديدة، ولكن وهي في مكانها قررت تحس بالتغيير. ومع شهرتها دي الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا بقى معاها ملايين، وقررت تعمل اللي كان نفسها تعمله من سنين وهي متجوزة. ورغم ان بقى لها فترة قليلة جدا على السوشيال ميديا، ولكن قدرت بمحتواها اللي تتفق او تختلف معاه انها يبقى ليها مكان وسط اشهر البلوجرز. هناء او زي ما هي معروفة رقية وفريدة، كانت بتظهر دايما هي وجوزها وبناتها، وفجأة بعد ما بقت تظهر لوحدها محدش عارف هل هي حصل انها انفصلت، رغم ان جوزها ما كانش بيحب يظهر وكان بيكتفي بصوته بس وهو بيقول رأيه في اكلها وهم قاعدين على الطبلية. لكن بعد ما انفصلوا بقى بيفتح لايفات كتير وقال دخولي السوشيال ميديا غلطة، ولكن لازم اكمل، ما ينفعش ما اظهرش. هناء واحمد جوزها متجوزين من 11 سنة، ولكن فجأة كل حاجة بينهم انتهت. وحكت قبل كده عن طريقة تعارفهم، وقالت ان حماتها هي اللي خطبتها لابنها وشافتها وهي شغالة في مصنع، واول ما احمد جوزها شافها حبها من اول نظرة. ما قالوش بشكل صريح انهم انفصلوا بشكل رسمي، ولكن رقية وفريدة قالت قبل كده في لايف كفاية مرمطة فيا وسيبني في حالي، ومحدش عارف حاجة وكل واحد فيه اللي مكفيه. وهو قال انها هي اللي طلبت الانفصال ومش عايزة تكمل، لكن محدش اتكلم عن السبب. هناء بقى مش هتقعد تبكي على الاطلال ولا تحط ايديها على خدها، قررت تعيش حياتها هي وبناتها وما تحرمهمش من حاجه. بقت تاخدهم يعملوا شوبينج ويشتروا لبس وكريمات وميك اب، كمان غيرت بيتها خالص واوضه بناتها، وبنفسهم ما جابوش نقاش، هم اللي دهنوها وغيروا لونها وديكوراتها. رقية وفريده نشرت فيديو لتوضيبهم لاوضه البنات ودهنت الحيطان، وطبعا كانت امنيه الجمهور لانهم دايما كانوا بيشخبطوا ويرسموا عليها، وكانت سايباهم يطلعوا ابداعهم وكمان بتشجعهم. ادوا الاوضه وش وخلوها كانها لسه شاريينها، وقالت وقتها دهنا الاوضه بعد صبر طويل. هي ما عملتش الشقه كلها، ولكن كل ركن في الشقه عملت حاجه جديده كتغيير. مش بس كده، دي غيرت العفش وجابت لبناتها اوضه جديده وانتريه جديد، حتى المفروشات جديده كمان، وزي ما قالت كله جديد في جديد. رقية وفريده اختارت الوقت المناسب اللي تعمل فيه كده. بناتها اخر يوم امتحانات هيبداوا الاجازه، فقررت تروق عليهم بالطريقه دي، وكمان العيد كان داخل وزيها زي كل الستات لازم تنظيفه العيد، فقالت انها كل يوم هتنظف حته في البيت لحد العيد. وبدات توضيب وتنظيف اوضه رقية وفريده في البدايه. الكل فرحان ليها وفرحان باللي هي عملته، وانها طول الوقت واخده بالها من بناتها ومفضلاهم على نفسها. ويوم ما بقى معاها فلوس اول حاجه فكرت فيها تغير اوضه البنات، وعلشان هي معاها دبلوم فامنيه حياتها تعلم بناتها احسن تعليم ويدخلوا جامعات، وفعلا مهتمه بتعليمهم ودراستهم جدا. تفتكروا رقية وفريده ممكن ترجع لجوزها تاني، ولا خلاص هي اختارت حياتها دي؟ وهل ممكن تكون شهرتها هي سبب الانفصال بينها وبين جوزها؟